انا مش مصدق. معقول عادل المدلع ياخد الثانويه العامه كده من اول سنه؟ ايه يا بابا، ما عندكش ثقه فيا ولا ايه؟ اسال والدتك يا سيدي. احمد، الله بلاش اهزر مع ابني ولا ايه؟ فرحان بيه يا ستي. مبروك يا عادل، مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. بس على فكره بقى، مبروك حاف كده ما تنفعش. انا عايز منك فلوس، عايز اتفسح، عايز اشوف الدنيا. خد يا حبيبي شوف الدنيا. تسلم ايدك. وبعدين بقى، مش قلنا الفلوس الكتير دي مش كويسه؟ وبعدين يا احمد سيبه يتمتع بوقته، يحس انه ناجح. عادل، هتقدم اوراقك على طول في كليه الهندسه؟ اكيد يا بابا ان شاء الله. بس انا عايز استاذن بقى عشان دلوقتي يا دوب الحق صحابي. بعد اذنكم. مع السلامه يا حبيبي، اوعى تتاخر. مع السلامه يا عادل. اخصى عليك يا عادل كده يا حبيبي، تخرج من غير ما تيجي تسلم عليا وتقول لي انك نجحت؟ مش معقول يا نينا، طبعا انا فاكرك نايمه والله. الف الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. لولا دعواتي ليك ما كنتش نجحت. طبعا انا بقى نجحت مخصوص عشانك انت. يا بكاش، يلا يا حبيبي اتفسح كده وانبسط. عايز فلوس؟ يا ريت، مش هقول لك لا. خد يا حبيبي. انت يا ولد مش كفايه اللي خدته؟ انت واخد من امك فلوس قد كده. يلا يا حبيبي يلا. تسلم ايدك. انت ليه عاوز تضايق على الولد؟ دي احلى ايام حياته، سيبه. عادل، باركيلي يا نينا، انا نجحت. الف مبروك يا ابني، ده انت كنت وحشني قوي. وانت كمان وحشاني قوي. ازيك يا عمتي؟ الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيكي. تعالى جميل. تعالى بحضن جده يا حبيبي. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا جد. الف مبروك يا حبيبي. عارفه يا عمتي، لو ما كنتش لقيتك هنا كنت رحت لك جري على البيت. طول عمرك فيك الخير يا حبيبي. دل الشربات يا ام احمد. حاضر حاضر يا حسنين، اول الشهاده الكبيره يا رب. امال بابا وماما فين؟ محدش بيشوفهم ليه؟ انا قلت لهم بقى انا هخرج مع اصحابي، وقلت اجي ابلغكم خبر نجاحي بنفسي. يا سلام، ده انا طول الليل ما نمتش وانا قاعد عمال ادعي لك ان ربنا ياخد بيدك. ربنا يخليك لينا يا جدو. هو جوز عمتي هيرجع من السفر امتى امال؟ قريب يا ابني، قريب ان شاء الله. هقول ايه؟ ربنا عز وجل يا حبيبي. متشكر يا ماما. هو ده اللي هيخسر اخلاقه يا ست هانم. لما واحد في سنه يبقى معاه الفلوس دي كلها، هيحس بقيمتها ازاي بعد كده؟ هيجتهد ويكافح عشان ينجح ازاي؟ هيحس بمسؤولية انفاقها والحفاظ عليها ازاي؟ احمد من فضلك بلاش خناق قدام الولد. ثم عادل خد الفلوس دي عشان عايز يشتري كتب. عن اذنكم، انا رايح اذاكر عند واحد صاحبي. طب هكلمك بعدين. قفلت السكه ليه؟ لا ابدا يا ماما، ولا حاجه. طب قولي بقى شكلها ايه؟ عادل، الحب ده شيء مولود مع الانسان. يعني الحياه نفسها اساسها واساس وجودها ووجودنا هو الحب. من غير الحب ميبقاش في حياه ولا كون ولا بشر. والفرق بين الحب عند الحيوان والانسان ان الحيوان الحب عنده شيء غريزي، لكن الانسان بقى ربنا ميزه بالعقل. انا مش فاهم حضرتك عايزه تقولي ايه بالظبط. عايزه اقول لك ان لكل مقام مقال. يعني الانسان العاقل هو اللي يعرف امتى يحب، امتى يكبح عواطفه وامتى يطلقها. امال ربنا خلق لنا العقل ليه؟ ماما انا عادل، انا عارفه ان انت كنت بتكلم واحده. انا مش هسالك هي مين، انا ما يهمنيش. جايز تكون بتحبها، جايز تكون معجب بيها. كل اللي يهمني انك تذاكر وتنجح بتفوق، وبعد كده اسال نفسك يا ترى اللي كنت بكلمها في التليفون دي لسه بحبها؟ واذا لقيت عواطفك ما اتغيرتش انا هخطبها لك بنفسي. صحيح يا ماما، انت احسن ام في الدنيا. طبعا يا حبيبي، بس كمان ما تنساش ان اللي بيحب لازم يحافظ على اللي بيحبها، ولازم يحافظ على سمعتها. واحنا بقى ما عندناش وقت للحاجات دي، احنا عندنا مذاكرتنا. ولا ايه رايك يا باشمهندس؟ حاضر يا ماما، ليكي عليا هذاكر ليل نهار. ربنا ينجحك يا حبيبي، تصبح على خير. وانت من اهله. مبروك، الف مبروك يا حبيبي.
عقبال البكالوريوس. الله يبارك فيك يا نينا. خد يا حبيبي، خد علشان تتفسح. متشكر متشكر يا احسن نينا في الدنيا. فلوس تاني؟ زي بعض عشان ناجح كمان بتعدهم يا طفل. لا ده لسه حلاوتك بقى وحلاوه ماما كمان. لا سيبك من ماما، ماما متضايقه. متضايقه؟ متضايقه من ايه يا جميل؟ حد يزعل يوم نجاح عادل؟ طب ده بقى لو انا منكم كنت عملت له حفله كبيره. ما احنا فيها يا طنط والحفله جاهزه، بس سلوى هي اللي مش راضيه. قلت مش هروح حفلة عاصم ده. ليه بس يا ستي؟ يعني يا ماما مش عايزه تفرحي بيا وبنجاحي وانا لسه رايح سنه تانية كليه هندسه؟ وبنجاحي؟ مش مكسوف قوي انت بتقولها بالفم المليان ده، انت يا دوبك ناجح بمقبول. ايه يعني مقبول ولا جيد؟ المهم ان هو نجح. ايوه كده، دافع عني يا نينا، انا ذاكرت ونجحت وده المهم. يا حرام، ده قطع نفسه في المذاكره. ما هو ده اللي مجنني، انه كل سنه بيقطع نفسه في المذاكره وبينجح بمقبول، ما بيركزش. السنه الجايه ان شاء الله هركز وهجيب تقدير، بس نروح الحفله بقى. قلت لا يعني لا. يا سلوى يا حبيبتي، ما تنسيش ان عاصم بيعمل الحفله دي كل سنه، مش عشان سعد بن ابراهيم، لا عشان خاطر ولادنا كلنا. بعدين هي فرصه اصدقاء العمر يشوفوا بعض. ما هو عشان كده بقى انا مش عايزه اروح، مش عايزه اشوف فتحي. واحنا مالنا ومال اللي ما يتسمى ده؟ هو انت رايحه الحفله علشان فتحي؟ انت رايحه علشان ابنك. يا ماما ارجوكي. ارجوك انت بقى تنسي اللي فات، كفايه لحد كده. لا يعني لا. عاجبك كده يا نينا؟ معلش يا ابني، هي معاها حق، لكن علشان خاطر عيونك كل شيء يهون. ادي عادل ولا يهمك، سيبك من امك، هنروح انا وانت. لو ماما فضلت على الحاله دي يبقى اللي بفكر فيه مش هيتحقق ابدا. للدرجه دي سرحان؟ بابا لا ابدا، انا كنت بذاكر. بتذاكر؟ طب يا حبيبي شد حيلك، انا